السلام عليكم اخواتي، نتمنى تكونوا بالف خير يا رب العالمين وتكونوا بصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم في وصفات صحيه وراقيه كويزين امل. اليوم حنحضر معكم كسره بمقادير جد مضبوطه. الحق هذه الكسره تجي بزاف بنينه، يعني تجي تذوب في الفم، تجي تكون كاطو. انا كي درتها الحق عجبتهم كاع في المنزل، وحبيت نشارك هذه الوصفه معكم باش نفرحكم معايا وتذوقوا البنه معايا. نروحوا للمقادير وطريقه التحضير. نحطوا 3 كيسان تاع سميد مويان، انا درت سميد، تقولوا لي سميد وشنو هو، سميد سيم متوسط. نحطوا 6 كيسان، 3 كيسان سميد بست كيسان فرينه، 6 كيسان فرينه. الفرينه نورمال تاع الميزان، شري تاع الميزان تجيك موان شاغ، يعني تجي سومه ماشي كيما سومه تاع لي باكي غاليه. نحطو كاع المقادير كيما راكم تشوفوا، 6 كيسان تاع فرينه و3 كيسان تاع سميد متوسط لا مارك سيم. نحطو ملعقه كبيره تاع الملح، وانتي ديري عينك ميزانك لا حبيتي. انا حطيت عيني ميزاني، حوالي يقولوا ملعقه كبيره تاع ملح. وهنا ملعقه كبيره تاع خميره تاع الخبز غير مملوءه، يعني نكون شفتوا كيفاش ملأتها. نحطوا الكاس الاول تاع الزيت تاعنا ونبسو به جيدا كيما راكم تشوفوا. حبيتوا تحصلوا على نتيجه يعني جد رائعه، تبعوني برك وديروا واش راني ندير، كيما نحكو حكوه، كيما ندير ديروا، باش تحصلوا على كسره تجيكم الحق، تجيكم بزاف بنينه، تكون راكي تاكلي في الكاطو. نحطوا نصف عفوا الكاس، نصف كاس تاع الزيت. معناتها درت كاس ونصف هاد الكميه تاع نتاع الفرينه والسميد. نحكوهم بيان وندخلوا نبسوهم، يعني السميد تاعنا مع الفرينه بيان بهذه الطريقه حتى يدخلوا كاع المكونات في بعضها البعض. من بعد نضيف الماء بمقادير كذلك مضبوطه. نحطوا الكاس الاول راكم تشوفوا، حبيت ندير لكم مقادير مضبوطه باش تحصلوا على نتيجه رائعه ونفرحكم بها. يعني الكسره معروفين الجزائريين نحبوها بزاف. لا دوزيام، الكاس لا دوزيام، كاس تاني تاع الماء، ونبداو نديرو بهذه الطريقه، ندخلو ونقطعو، ندخلو ونقطعو، نعجنو ونقطعو بهذه الكيفيه. راكو تشوفوا كيما راني ندير ديرو، تحصلوا على واحد النتيجه ما نقولكمش، يعني تجي بزاف بنينه. راني ناكد لكم الاخوات ما تراطيوش هذه الكسره، اذا بيا انكم تجربوها وتكتبوا لي في التعاليق. راكو تشوفوا لموها وقطعوا، لموها وقطعوا وعجنوا، عجنوها بيان، يعني كي تعجنوها بيان تعطيكم نتيجه جد رائعه. لموا كاع العجينه تاعكم بيان، من بعد بداو زيدوا عجنوا فيها وقطعوا حتى تحسوها طريه معاكم، تحسوا المكونات دخلوا بيان. انا هنا نقصت الفيديو لخاطر جاني بزاف طويل. نتوما لازم تعجنوها شويه، تعياو مع الاول بصح واحد النتيجه ما نقولكمش. دوكا راكو تشوفوا راني نقطعها، راني نقول لكم قطعوها بهذه الطريقه. راكو تشوفوا ديروا بهذه الطريقه واش راني ندير، قطعوا وعجنوا ولموها بهذه الطريقه. تبعوا الخطوات كيما راني ندير سوا الاخوات، ماذا بيا انكم تبعوا الخطوات باش تحصلوا على نتيجه رائعه. هنا نقسمها على 4. انايا درت الاقراص تاوعي كبار، حبيتي تقسميها صغار يجيوك تقريب 6 عفوا اقراص تاع الكسره. هنا راني شديت القرص الاولاني، العجينه الاولى، حطيت الكاس تاع الماء كما شفتوني، نشمخ غير يدي به تاع نشمخ يدي بالماء، ونبدا ندخل هذاك الماء داخل العجينه باش تجيني نقول لكم تجي تذوب في الفم. انا هذه الطريقه اعتمدتها، كل وحده نزيد ندير لها هكا، نمسح يدي بالماء قطرات هكا فوق العجينه هذيك، ونبدا هكا نزيد نعجنها هكا شويه، نقطعها هكا شويه، نعجنها ندخلها بيان في بعضها البعض ونقرصها، وتحصلوا قلت لكم على نتيجه جد رائعه. تبعوا غير طريقه وانتم تجيكم يعني نتيجه قلت لكم رائعه. انا نحب حاجه اللي تجيني بيان، نحب نشاركها مع الاخوات وبمقادير مضبوطه، يعني ما حاش تحييكم ما تشوفيني مني من ديري هاد المقادير وانتي قلت لك حتفرحي بها الاولاد تاعك. هكذا حلو قلبو، حلو قلبو. تقدروا دوكا كي تكملوها تمسحوها بالزيت، ديري الزيت في يدك
الزيت في يدك باش تحصلي على تحميره شابه. انا هذه ما درت لهاش الاولى، بصح الاخرين درت لهم. تمسحي يدك بالزيت ومسحي السطح الفوق، من السطح الفوقاني، وتزيدي السطح من الاسفل، ونحطوها في الطاجين. طاجين مدبيه انكم ديروا في هذا الطاجين، عفوا، ديروا في هذا الطاجين، خاطر هذا الطاجين يعطيها هذيك البنه ويعطيها الطراوه تاني. لكن عندكم طاجين تاع الحديد رقيق، انا ما نضمن لكمش انها تجيكم شويه يابسه، بصح لا درتوها في هذا الطاجين ولا طاجين ثقيل تاع الحديد، لازم يكون لكم ثقيل. اما هذاك الخفيف الحق ما تجيش نفس البنه، ماشي تجيكم مليحه بصح ماشي نفس البنه. ماذا بيا انكم ديروها في تاع الفخار هكذا، ولا يكون طاجين تاع حديد ثقيل. انا نقول لكم كاع المعلومات وانتم لكم الاختيار، يعني ننصحكم انكم ديروا في هذا الطاجين تاع الفخار. نبداو هكا نبوجيو فيها هكا بهذه الطريقه باش تحمر. انا ماهيش تحمرت ليش بيان بصح نورمال نحمروها في الجانب الاخر. كاين اللي يحبوها صفراء، كاين اللي يحبوها محمره، كل واحد كيفاش يحبها. بدا يحركي هكا بهذه الطريقه باش تعطيك تحميره شابه. ولا تضغطي على الفرشيطه على وشنو كي تحطوا الكسره تاعكم، ما تقعدوش تضغطوا عليها وتعجنوها فوق الطاجين يعني تضغطوا غير برفق، يعني باش هذاك ما تلصق لكمش. ولازم الطاجين يكون سخون بيان، يعني تحطيه واحد النصف ساعه وهو يسخن من قبل باش ما تلقايش صعوبه في، يعني ما تلصقلكش في الطاجين. كتشوفوا هكا ساعدوها باش طيب لكم هكذايا، تحمر لكم بيان. الحق ماذا بيا انكم تجربوها، خاطر لازم تجربوها باش تعرفوا النتيجه بانفسكم. يعني ما نقدرش نقول لكم هكذا بلا ما تجربوا الحاجه، ما تعرفوش. نتوما تجربوها نتوما تعرفوا النتيجه يعني بانفسكم. يعني ماذا بيا انكم تجربوها وانتوما تعرفوا، ماشي انا راني نهدر تقدري ما تجربيهاش ما كيش على بالك واش هي النتيجه. ماذا بيا تجربيها وتقولوا لي واش رايك فيها، يعني تفرحوني. انا راني نديرها وعطيتكم مقادير مضبوطه باش تحصلوا على نتيجه يعني تجيكم بيان، تاكلوها وانتوما راضيين على النتيجه. الاخوات نتمنى منكم انكم تكتبوا لي تعاليق، يعني واش رايكم في الوصفه هذه. ماذا بيا انكم تجربوا وصفاتي، واللي شافت قناتي لاول مره ماذا بيا انكم تشتركوا باش القناه تاعي تبان للجميع، ولاني قناه جديده ماذا بيا انكم تدعموني في القناه. الاخوات اخواتي ماذا بيا انكم تدعموني في القناه. هذا واش نقدر نقول لكم. باليش انا كيفاش نوصلكم. اختار انا راني كيما يقولون ندير وصفات، راني نتعب ديجا في المونتاج وكاع، راني نتعب في المونتاج، يعني راهي يشد لي وقت. واحد كيكون بالاسره وسمو ماذا بيا هذا التعب. تدعموني في القناه، تشتركوا اللي شافت قناتي لاول مره. هذه هي الاخوات، راكو تشوفوا هذه هي النتيجه. كتشوفوها جات طريه ومبصه الحق بزاف بنينه. ماذا بيا انكم تجربوها، وما تنساوش التعاليق، ما تنساوش اللايك. هذه هي الاخوات، نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.